من أهم وأكبر الأحداث اللي بتتم على مستوى العالم بتتم دلوقتي على أرض مصر، اللي هي قمة المناخ كوب 27. الحلقة دي هنعرف إيه تأثير قمة المناخ على قوة الجنيه، وإيه التأثير اللي هيعود على الاقتصاد حاليا أو على المدى الطويل. أنا إيهاب يعقوب ودي بانكينج شانل. لايك وشير وفولو وتعالوا نعرف مع بعض. في البداية كده أحبك تبقى عارف إن في أكتر من 130 طائرة رئاسية جت مصر النهاردة، بجانب ان في وفود لحوالي 200 دولة على ارض مصر دلوقتي علشان يحضروا قمة المناخ. يعني ببساطة شديدة جدا مصر بقت في بؤرة الاهتمام العالمي، هتفضل كده طول مدة المؤتمر. يعني ببساطة وسائل الاعلام والاذاعة والتلفزيون والسوشيال ميديا والجرايد اللي هي في اكبر دول العالم بما فيهم امريكا كلها هتتكلم عن مصر طول مدة المؤتمر. يعني ببساطة كده دعاية ببلاش، لان عايز اقولك ان مصر لو عايزة تعمل دعاية ليها في القنوات الاخبارية العالمية دي هتدفع عشرات بل مئات الاضعاف علشان تعمل الدعاية دي، وبرضه مش هتتم بالطريقة دي. مع العلم ان الحدث ده بيتم في مدينة شرم الشيخ، اللي هي تعتبر واحدة من اهم المقاصد السياحية المصرية، بالاضافة ان هي مشتى ممتاز جدا في الوقت اللي اوروبا بتعاني فيه من قلة الطاقة وقلة التدفئة. ويعتبر الإقامة في مصر أو مدينة زي شرم الشيخ أقل كتير جدا من الإقامة في أوروبا في الفترة دي. يعني أكننا بنقول للعالم كله تعالوا زوروا مصر، وبالذات مدينة شرم الشيخ. وطبعا ده هيبقى ليه أثر فوري على الاقتصاد المصري. ليه؟ لأن احنا هنلاقي فيه وفود سياحية جاية كتير جدا، اللي هي كمان في منها كتير موجود حاليا بسبب المؤتمر، وده اللي بدوره هيعتبر مصدر للعملة الصعبة سريع، وهيجي للاقتصاد المصري بشكل شبه فوري، وبالتالي مزيد من الدعم للجنيه المصري والاقتصاد المصري بالتبعية. ويكفي اقول لك ان اللي انا قلته ده التأثير غير المباشر لقمة المناخ على الاقتصاد المصري، لان يكفي اقول لك ان في دلوقتي اكتر من 35 تريليون دولار بيتوجهوا للاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة النظيفة. يعني تقدر تقول كده إن الاستثمارات النظيفة دي بتعتبر موضة دلوقتي في الاستثمار العالمي، ومصر حاليا بتستهدف اجتذاب استثمارات بأكتر من 14 مليار دولار في الطاقة النظيفة والاستثمار الأخضر. وطبعا دخول الاستثمارات دي مصر ده هيقوي قيمة الجنيه، ولكن عايز أقولك إن الاستثمارات دي مش هتخش الاقتصاد المصري بشكل فوري، لا، هتاخد بعض الوقت عقبال ما تخش، وهتخش اكيد على شرايح. والاستثمارات دي معناها دخول مشاريع كتيرة في الاقتصاد المصري، يعني اكيد هتشغل كتير من شعب مصر. الناس دي لما هتشتغل هتبتدي تدفع ضرائب، والمشاريع دي نفسها هتدفع ضرائب. الحكومة لما هتاخد الضرائب دي اكيد هتعيد ضخها تاني في الاقتصاد علشان تنمي بيها المجتمع. وما تنساش ان وجود قمة المناخ على ارض مصر ده بيعطي ثقل سياسي لجمهورية مصر العربية بين البلدان، واللي برضو أكيد هيبقى ليه أثر كبير جدا على الاقتصاد المصري. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. أنا إيهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.